السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله. نقول لكم عام سعيد، بوناني، وكل عام بخير إن شاء الله. إن شاء الله تكون هذه السنة أحسن من السنوات اللي فاتوا على كل واحد إن شاء الله. نبداو على بركة الله. اليوم جبت لكم هذه الكيفية الكيكة تاع إسبانيا اللي هي سان سيباستيان بطريقة مختلفة وبمواد بديلة على المسكربون. هنايا نبداو نوريت لكم عندي 4 حبات بيض، وعندي هذا المول هذا تاع شوفوا القطر تاعو فيه 26 سنتيم، شيتو ب70,000. يعني يعطيكم برك فكرة شحال يسوى. هاوليك هذا المسكربون عندي هالزوج انواع بصح ما استعملتهمش، حبيت نستعمل لكم البديل. هذا المسكربون كاين اللي يدير 45,000 وكاين اللي يدير حتى 48,000، يعني شويه غالي. ودرت له البديل بهذا الفرomاج ريجيم تاع الصومام هدايا. هذا شويه خفيف ومسوس بالبزاف. درت هنا 5 علب، تقدروا ديروا حتى ل6، قلت لكم. وعندنا لافاني، وعندنا كاس غير صباع تاع السكر باسكو انا ما نحبش الحلاوي تاعي حلوين. وهذا الكاس تاع القشطه الطريه اللي هي لا كريم فريش الخاصه بالحلويات. هنا عمرت الكاس، كانت عندي شويه في القرعه. نتوما عمروا الكاس مليح مليح، ديروه بومبي بزاف. وعندي 2 مغارف فرينه، وعندي نص حبه قارص ولافاني وقرصه تاع الملح. هنا نبداو على بركه الله، نبداو نفرغوا في هذاك الفرomاج ريجيم تاعنا. حبيتو ديروا هذايا. كاين نوع واحد اخر يجي شويه جامد عليه، ماركه واحده اخرى تحبوا ديروه. انا حوست على هذاك ما صبتوش، وصبت هذايا. انا تنبالي يدير هكذا 3000 4000، صبتو 5000، صبتو زاد، يعني زاد في السعر. اسما جينا نديرو البديل راه خرج حتى ل25,000. كي ديروا هكذاك 6 علب يولي 30,000. درت هذيك القرصه تاع الملح معاهم، ودرت ملعقه تاع لافاني، ولا حبيتو ديروا لافاني سائله ديروا. وهنا الكاس تاع السكر، قلت لكم ماشي معمر بزاف، حبيتوه حلوه بزاف عمروه. انا ما نحبش الحلوه تاعي تجي حلوه بزاف، ما جاتنيش كامل حلوه، شغل ما فيهاش السكر. نخلطوا هكا هاد المكونات اللي هما هذاك الجبن هذاك الريجيم، وقرصه ملح، وملعقه تاع لافاني، وكاس غير صباع تاع السكر. نخلطوهم مليح مليح هكذايا كما راكم تشوفوا، حتى وين يذوب كامل هذاك السكر، يعني يختفي تماما ويضاعف الحجم تاع هاد لاكريم. نخلطوه هكذاك واحد 4 دقائق حتى ل5 دقائق، ونحبسو. ومن بعد نحبسو الباتور. نزيدو هنا الكاس تاعنا تاع القشطه الطريه، عمروها مليح. نتوما انا قلت لكم هذا واش عندي برك فرغت، كانت عندي قرعه معمره استعملتها في حاجه واحده اخرى، بقى لي غير هذا اللي درتو. نتوما زيدوا عمروا الكاس مليح مليح حتى يولي بومبي. نفرغوا هاد لاكريم ونستعملوه الفوي تاع اليد. هنا نحبسوا الباتور باش ما تحبطلناش هذيك الكريمه. نخلطوا هكذايا، نخلطوا مليح حتى يدخلوا كامل هذوك المكونات، تدخل معاهم هذيك لاكريم. نخلطوا واحد 3 دقائق ولا. شوفوا وما نتوراكم تخلطوا هكذايا. هنايا نروح نجيبوا الفرينه تاعنا، نديروا 2 ملاعق، يعني 2 مغارف معمرين تاع الفرينه. نزيدو نحصروا هذيك نص حبه تاع القرص، نصفيوها هكا في الصفايه باش يبقى هذاك العظم، ما نبقاوش نحيو فيه بالحبه. نعصروها مليح. الا كان ما فيهاش الماء بزاف ديروا حبه صغيره، يعني هي اضافات برك. هذو تحبوا تستغناو عليها استغناو، هي باش تروح برك هذيك الريحه تاع البيض. هذا ما كان. نخلطوا هكذايا غير بالعقل برك، نخلطوا بالفوي حتى كامل يدخلوا فيما بعضهم المواد. ونزيدوا ومن بعد نزيدوا البيض. قلت لكم عندنا 4 حبات بيض، نزيدوا بالحبه. كل ما نزيدوا حبه نخلطوها. وهذاك اللي يجي في البيض هذوك كيما هذوك اللي طاش هذوك حوله، ولا كيما النقطه هذيك اللي بانت دوك، انا من نظريه نحيها بصح كان يعني ندير المونتاج باش شفتها ما شفتهاش مع الاول. انا نحيهم ما نخليهمش هكذا. كل حبه كل ما نديروا حبه نخلطوها
حتى نكملو كامل البيض تاعنا. هكذا نزيدو الحبة الثالثة، نزيدو نخلطوها ونزيدو الرابعة. ونقول اللي يدخلوا جدد نقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله يعجبكم الوصفات تاعي ويعجبكم المحتوى. ما تنسوش برك ديروا زر الجرس باش يوصل لكم جديد، وديروا زر الاعجاب. نخلطوا هكذا كما راكم تشوفوا، ونروحوا ما نخلطوهاش بزاف باش ما تحبطلناش، ما نكثروش بزاف. هكذا في الاخر نشوفوا برك هذوك البيض تخلط خلاص نحبسوا، ونروح نجيبوا السنيوه تاعنا. راني غسلتها من الاول، ما غسلتهاش وريتها لكم هكذاك جديده بالتيكي. غسلتها ونشفتها مسحتها كامل مليح ودهنتها بلا مارغرين. ومن بعد نحكموا هذا البابي، الورق الطهي هذايا نكرفصوه. ورق الطهي هذايا ماهوش عريض بزاف باش يغلف لنا كامل المول تاعنا. نديرو واحد من جهه وواحد جهه واحده اخرى باش ما يدفقلناش هذاك الخليط. نفرغوه كامل هكذا كما راكم تشوفوا، ونوجدوا الصينيه. يعني انا علاش درتو في الصينيه درتو في السنيوه، لانه الفرن تاعي تاع تريسيتي ماشي هذاك اللي فيه المروحه، ينشف شويه الحلويات، ينشف الحاجه كي نحطها هكذاك فوق الشبيكه قباله. ونخبطوا المول تاعنا زوج خبطات ولا ثلاثه، ونديروه في الفرن تاعنا لمده تاع 45 دقيقه. السنيوه نحطوها في الرونجي المتوسط، ماشي التحتاني كامل ماشي الفوقاني. درجه الحراره 200 من 40 حتى ل 45 دقيقه، ودرجه الحراره 200. هكذا نحطوه في الفرن تاعنا ونشوفوه هكذا كما راكم تشوفوا هنا. بعد 40 دقيقه شوفوا كيفاش طلع كامل حتى الفم كامل وبدا يزغد كامل. ومن بعد شعلت له من الفوق مده تاع 5 دقائق. بصح عسوه، لو كان ما تعسوش يحرق لكم، يتحرق بزاف. وهنا عندنا شوكولا تاعنا، درت شوكولا شويه سوداء شويه تاع الحليب، درتها بماغي يعني في حمام مائي. كي ذابت زدت لها شويه حليب سخون، قيس هكذاك 5 مغارف حتى ل6 مغارف. الا جاتكم عقده زيدوا لها حليب سخون. تحبوا شوفوا نتوما واش من الشوكولا اللي تحبوها تجيكم بنينه. هنايا بعد ما طاب الكاطو تاعنا نحيتها، بردت مده نص ساعه هكذاك على برا. ومن بعد باش دخلتها للثلاجه مده 4 سوايع. هي الا درتوها في الليل خلوها حتى تبات للصباح، الا درتوها الصباح خليوها حتى العشيه باش تستعملوها، يعني باش تاكلوها تقسموها كامل تاكلوها. انا الولاد ما صبروش، يعني قطعتها لهم في 4 سوايع. بردت يعني شدت روحها. ها كيما راكم تشوفوا راني نقطع فيها بالسكين هكذا بالموس. الموس خرج ناشف، ما خرجتش يعني هذيك لاكريم تاعها ما خرجتش، يعني طابت مليح وشدت روحها 4 سوايع يعني كفاو. راني نقسمها لكم هكذا كيما راكم تشوفوا. طلعت وخرج الشكل تاعها شباب، خرجت يعني هكذا محروقه كيما الاصل تاعها تاع اللي طيبها في الاسبان، يعني هذا سان سيباستيان هذا خلاها هكذا محروقه. شفت كاين بعض اللي يطيبوها ما خلاوهاش تتحرق، خلاوها برك هكذاك حمارت غير شويه برك. بصح انا بالعاني خليتها هكذا حمارت مليح على الاصل تاعها. هاي لك كيف خرج الشكل تاعها ما شاء الله، وما هبطتليش بالبزاف. درتها من قبل بوسمو ماسكاربون هذاك. هذه بصح البنه تاع هذه اللي عجبتني، خرج الكول تاعها شباب، خرج الكول تاعها بنينه بالبزاف. عجبتني خير من تاع الماسكاربون. هنا شوفوا كيفاش راني قلبتها لكم، شوفوها. لو كان ديروا يعني 6 تاع العلب تاع هذاك الفرomاج هذاك ريجيم تخرج اكثر من هكذايا، بالك تدفق لكم كامل من المول. شتو انا درت غير 5 وطلعت بالبزاف. هنا نفرغوا لها هذيك الشيكولا. انا درتها شويه ثقيله، نتوما اللي حبيتوها خفيفه زيدوا لها شويه حليب سخون. هذه تقدروا تاكلوها بارده، تاكلوها يعني بالمشروبات الغازيه ولا بليجو، ولا هي تعتبر ديسير. شوفوا هنا كيفاش راني درت لها بالمغرفه،
كريمية بالبزاف. وجربوها وردوا لي في التعليقات، راني متيقنة بلي رايحين تنجحوا فيها. ومرة على مرة هكايا ديروها، فرحوا وليداتكم. سي با غاف، مرة في الزمان هكذا واحد يدير لهم حاجة هكذايا، هكذا تاع الخارج، ولا يفرحهم بها. ربي يحفظهم كامل ان شاء الله، يحفظ وليداتكم وليداتنا كامل ان شاء الله. وش نقولكم دمتم أوفياء، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.